الخير يا كابتن شوبير. ازاي صحتك؟ تمام الحمد لله يا كابتن. اتمرنت النهارده مع النادي الاهلي؟ طبعا اكيد طبعا اتمرنت طبعا. طبعا. تمرين كان الصبح؟ كان التمرين الصبح كده. يعني هل كان في حوارات بينك وبين حد من المسؤولين ولا اتمرنت وخرجت من التمرين على البيت على طول يا كابتن احمد؟ لا يا كابتن طبعا هو لازم يعني انا يعني زي ما حضرتك قلت ان كان في بيني وبينك مكالمه طويله قبل الحلقه وكده. وضحت لك كل الامور وحابب اني كمان يعني وحابب اني خلاص دي اخر ما ان شاء الله اوضح فيها وهقفل الموضوع ده خالص لحد نهايه الموسم. نعم. لاني زي ما قلت لحضرتك انا عندي مبدا وعندي المبادئ الجزء لا يتجزا ان انا قلت ان انا مرتبط بالنادي الاهلي لحد اخر يوم في عقدي. وده اللي انا دايما بعمله وانا موجود ولاعب في النادي الاهلي لحد اخر يوم وهسعى ان شاء الله باذن الله ان احنا نحقق البطوله ان شاء الله يوم الخميس باذن الله. سواء بقى حته ان انا موجود حته ان انا مشيت يعني دي اعتقد ان هي ما تزعلش حد يعني لان طبعا يمكن وانت حضرتك بتتكلم معايا انا قلت ان انا عملت كل اللي عليا ولكن هي في الاول وفي الاخر وجهات نظر وتحتار. نعم. طيب طبعا التمرين اكيد طبعا بحضر التمرين ومفيش اي مشكله خالص يعني. بالعكس ده النادي الاهلي مكاني وبيتي ولحد دلوقتي انا موجود ولاعب موجود في النادي الاهلي. انما اي كلام او اي حوارات او كلام ده وكده طبعا ما تمش وما تمش من يعني ما تمش خالص. هو انت بتتكلم عامه يعني ولا النهارده ولا؟ لا بتكلم النهارده وامبارح واول. لا طبعا لا هو ما كانش فيه اي حوارات خالص اتفتحت او اي حاجه خالص بمناسبه حته التجديد وكده. بس انا عايز اوضح بس اكتر من نقطه بس يا كابتن يعني لو اتفضل. لان زي ما قلت لحضرتك انا تعبت والله من الموضوع ده لان في النهايه انا بشر وبني ادم وانسان نعم. وعندي حياتي وعندي بيتي وعندي مستقبلي وعندي يعني كل الحاجات دي يعني من حقي ان انا افكر ومن حقي ان انا استقر ومن حقي ان انا ارتاح على الاقل لان يعني انا بقالي دلوقتي يمكن انا لو تفتكر يا كابتن لما اتحط وجه موضوع التجديد ده برضه كان بيصار ولازم يتجدد واحمد يقعد في النادي الاهلي والكلام ده وكده. وانا وقتها طلعت قلت لا انا ما ينفعش اجدد الا لما ارجع اقف على رجلي بشكل كويس. ده صحيح. انا ما احبش ان انا اكون موجود في النادي الاهلي لمجرد المجامله. نعم. يعني ان انا اتجاملت عشان الاصابه او الكلام ده او كده. والحمد لله اتحديت نفسي وتعبت وطلعت واتمرنت واجتهدت ما بين المانيا وما بين قطر لحد ما رجعت الحمد لله بشكل كويس عشان ابقى واقف على رجلي عشان ما حدش يقول الناس جاملت او كده. وفي النهايه لازم برضه كل جمهور النادي الاهلي يعلم تماما ان انا لم اقصر مع النادي الاهلي طول الوقت اللي انا كنت موجود فيه ولحد اخر يوم ليا مع النادي الاهلي. هفضل حريص على الفنان اللي انا بلعب بيها وعلى الجماهير اللي انا بحبها وبحترمها. ولكن يعني انا بفوجئ ناس بتكلمني وطبعا طبعا مكالمات من امبارح ومسجات من امبارح لحد النهارده من بعد طبعا موضوع الزمالك. ناس للاسف انا مش فاهم يعني هو انا مطلوب مني اني انا النهارده اللي اسعى للتجديد ولا المسؤولين هم في الاداره هم اللي يسعوا للتجديد ليا. يعني انا عملت كل اللي عليا ولو تفتكر يا كابتن معاك وفي كل المواقف وكل الاعلاميين اللي بيقابلوني وفي كل مكان انا قلت الاولويه بالكامل للنادي الاهلي الاولويه بالكامل للنادي الاهلي الاولويه بالكامل للنادي الاهلي. ولكن يعني ما هو انا برضه انا في الاول وفي الاخر انا بني ادم وعندي عزه نفس وعندي كرامه وعندي حاجات لازم احافظ عليها باسمي على الاقل وتاريخي ولو زي ما الناس بتقول ان انا قيمه وعملت حاجات لمصر او لمنتخب مصر النادي الاهلي فاعتقد اني يعني على الاقل بحافظ على كرامتي وبحافظ على عزه نفسي. يعني ما ينفعش طبعا يعني ايه المطلوب مني يعني انا فوجئت طبعا النهارده بعد جماهير النادي الاهلي في اتصالات طبعا على بعض القنوات ان النادي الاهلي مش هيقف على احمد حسن والنادي الاهلي ما يصحش يا جماعه الكلام ده لان انا ما قصرتش مع النادي الاهلي ان الناس تطلع تتكلم عليا بالشكل ده. النادي الاهلي فعلا مش هيقف على احمد حسن ولا هيقف على اي لعيب في العالم ايا كان حد وايا كان قيمته. بس هي الفكره كلها لازم تبقى الناس متفاهمه ان في حاجات تبقى بايديك وفي حاجات خارجه عن ايديك. موضوع طبعا يا كابتن ان انا مفاوضات الزمالك والكلام ده وكده طبعا انا باكد معاك ولكن في جزء من التالي امبارح طبعا لان طبعا يمكن الكلام ده وسيف في قناه مودرن برضه عندكم ان انا جلست وان انا وقعت وان انا اتفقت والكلام ده كله. طبعا هو طبيعي يا كابتن النهارده انا هسالك سؤال لو اي لعيب النهارده غير احمد حسن لو اي لعيب النهارده عقده بينتهي مفيش انديه بتكلمه اكيد مفيش مفاوضات مفيش جلسات مفيش على الاقل انت ايه المطلوب وانا ايه اللي بطلبه والحاجات دي كلها. طب انا النهارده لحد دلوقتي النادي الاهلي ما حدش فاتحني خالص. هل من المنطقي ان انا افضل قاعد حاطط ايدي على خد مستني ولا طبيعي ان لما يجي لي عروض ابدا ابت فيها واشوفها؟
لا انا بسال حضرتك بجد يعني لا 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 بالعكس، انا لحد دلوقتي انا مقتنع بكل كلمه انت قلتها، خلي بالك يعني طالما لسه ما دخلتش معاك في الحوار اذا كلامك مسلسل بشكل جيد يعني ومنطقي. يعني يا نعم. كابتن انا اتمنى ان ما يبقاش في تجريح من حد. نعم. اتمنى سواء بقيت في النادي الاهلي ان تفضل العلاقه طيبه، اتمنى لو مشيت من النادي الاهلي تفضل العلاقه طيبه، لان لازم الناس تفهم ان انا ما قصرتش مع النادي الاهلي في اي حاجه. طب خلينا ناخدها بقى خطوه خطوه. كابتن احمد، هل ما زالت الاولويه لدى النادي الاهلي، يعني عندك النادي الاهلي ولا لا؟ والله طبعا بص يا كابتن، يعني ده الطبيعي، وانا قلته قبل كده ومش كويس. تاني، لان ده الطبيعي وده المنطقه، انا مكان ومرتاح فيه ومكان انا الحمد لله يعني كل الناس اللي موجوده بتعامل معاهم باحترام، هم بيتعاملوا معايا باحترام وكل التقدير وكده. ولكن يا كابتن انا مش عايز برضه، ما هو يعني انا ما ينفعش ابقى دايما انا اللي بقول ومفيش رد فعل. فيعني انا تعبت بجد والله العظيم يا كابتن، انا تعبت بقالي دلوقتي 3 شهور، انا حتى بقيت مكسوف، يعني انا بقيت خلاص، يعني انا يعني انت بتؤكد الناس كلها النهارده كل واحد بيقابلني التجديد، جدد انت ليه مش عايز تجدد؟ انت ليه مش عايز تجدد؟ وكاني انا اللي عامل مشكله. وطلع شويه ان انا المقابل المادي مش موافق عليه، عدد السنين مش موافق عليه، رغم ان كل ده ما اتطرحش اصلا. بس فعلا انا تعبت، يعني انا حتى مش عايز حد يسالني في موضوع التجديد خلاص. يعني انا مش عايز موجود في النادي الاهلي موجود، مش موجود في النادي الاهلي يا جماعه ما حدش يسالني، لان انا خلاص بجد والله انا تعبت، لان في النهايه انا كل ده بيأثر عليا كمان. انا عايز كابتن احمد كويس، عشان بس نوضح للناس ان التجديد مش في ايديك، التجديد في ايد مسؤول النادي الاهلي. ما هو ده طبيعي. معلش اكمل بس عشان نوصل المعلومه للناس بوضوح، وانه حتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي مفيش مسؤول في النادي الاهلي كلمك في شان التجديد، صح كده؟ لا خالص، لا خالص، ما حصلش. تمام. وبالتالي انت الاولويه ما زالت لديك النادي الاهلي. هو انا بس يا كابتن انا هكمل لحضرتك بس اتفضل يا فندم، اتفضل. الزمالك عشان برضه الكلام اللي اتقال عشان يبقى الكلام واضح، لان انا ما اتكلمتش خالص. ما هو انا عايز اكلمك في موضوع الزمالك بس ما اخلص موضوع الاهلي بعد اذن حضرتك. لكنه لا حد من لجنه الكوره ولا حد من الجهاز الفني ولا حد من الجهاز الاداري فتحك على الاطلاق في موضوع التجديد. لا ما حدش خالص، وانا عمر ما ده هيحصل، وانا هطلع اعلن حاجه زي كده، لان اكيد في مسؤولين هيقولوا لا احنا اتكلمنا. تمام كويس جميل. نمره 2 ان انت ما اشترطتش عدد سنوات معين ولا مقابل مادي معين. هو ما اتطرحش شيء من الاساس عشان اشترط يا كابتن، هو ما اتطرحش. تمام. بس طبعا اكيد انا ليا كمان، انا ليا طلبات، يعني اكيد طبعا النهارده اكيد ليا عدد سنين معينه مش هوافق عليها او مش هوافق عليها. اكيد العرض لو اتقدم لي عرض مناسب ويليق ليا اكيد هوافق عليه ومش هوافق عليه. بس كل ده اصلا من الاساس ما اتطرحش. حلو. طيب جميل. خلينا ناخد بقى الخطوه الثانيه، خطوه نادي الزمالك. هل بالفعل يعني هي خطوه نادي الزمالك برضه عشان ايه؟ يعني هي لا هي ضغط ولا حاجه ولا الكلام ده، لان لو ضغط انا كنت ممكن ضغطت من 3-4 شهور فاتوا. يعني هي الفكره مش في كده. طبعا هو كان فيه بعض الصلاه وكان فيه طبعا مفاوضات وكده، ولكن النهارده انت كابتن النهارده خلاص انت فاضل اسبوع على الدوري. كل فرق النهارده بتفاوض، حتى بما فيهم النادي الاهلي اكيد بيفاوض لعيبه ثانيه واكيد بيدور على لعيبه ثانيه لان عايز يعد للموسم الجديد. فكل الفرق نفس الحكايه. وانا النهارده مش نادي الزمالك بس اللي بتكلم معايا، نادي الزمالك وفي نادي المصري طبعا الاستاذ كمال ابو علي، وفي ناس ثانيه، وفي شركه انا شغاله معايا، شركه شغاله من بره في بعض عروض قطريه وبعض عروض كويتيه، ولكن مش هي الانديه اللي ممكن انا اروح والعب فيها موجوده. بس هي الفكره كلها ان لما الناس اتكلموا معايا، الناس طلبوا انهم يقعدوا معايا، والناس مرحبين جدا 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 والحمد لله يمكن حاسين بقيمتي وحاسين ومقدرين الموضوع ده كويس. فطبيعي انت النهارده كابتن فاضل اسبوع على الدوري او فاضل 5 ايام وخلاص الموسم ينتهي. هل انا ما يحقش ليا حتى على الاقل استقر وابقى عايز راسم من رجليا؟ هو انا النهارده يعني انا في حاجه كان الكابتن عادل القيعي بيتسال سؤال، ما اعرفش انا طبعا قريت في واحد المواقع انه بيسالوه مثلا اسامه، فقال من حقه ان هو يتفاوض ومن حقه ان هو يقعد مع انديه ومن حقه، لان ده طبيعي، ده منطقي، واحد عقده بينتهي وده حقه. هل الحق ده يبقى الناس والحق ده مش ليا انا؟ طب انا كمان حقي ان انا اتفاوض طالما النادي الاهلي لم يفتحني، فمن حقي كمان ان انا اتفاوض ومن حقي ان انا اشوف حياتي واشوف انا هستقر ازاي، هلعب فين مش هلعب فين. ولا يعني الناس تبقى مبسوطه خلاص المفروض ان انا اقعد في البيت بقى وخلاص وانهي حياتي بقى كده وخلاص وانتهى الموضوع على كده. طيب قول لي. هو طبعا الناس لما طلبوا ان احنا نقعد، هو مش زي ما اتقال طبعا ان انا رحت نادي الزمالك لان انا مش يعني الموضوع ما ينفعش طبعا، لان انا قلت ان انا ملتزم بعقدي مع النادي الاهلي. انا طبعا ما وقعتش عقود والموضوع ما الا ان احنا قعدنا والناس الناس طرح عليا وانا في طبعا طرحت عليهم حاجات وموضوع مفاوضات، انما لسه طبعا
مفاوضات، لا احنا اتفقنا على حاجه ولا لسه في حاجه اتفقنا لكن عليها. مفاوضات جاده. طبعا في مفاوضات، وان انا قعدت طبعا قعدت مع الناس، لان انا قلت قبل كده، وعلى فكره انا ما قعدتش في حته مخفيه ولا الكلام ده، انا قعدت في مكان في بخير على النيل قدام الناس كلها، والناس كلها شايفه، لان انا ما بعملش حاجه غلط. قعدت مع مين يا كابتن احمد؟ قعدت طبعا مع الدكتور اشرف صبحي، وكنت انا وهو كنا قاعدين، وكان في ايجن طبعا موجود، كان هو طبعا وسيط محمد شيحه كان موجود، وكنا قاعدين مع بعض، يعني كنا قاعدين، ده منطقي وده طبيعي ان الناس كانوا عايزين طالبين انهم يقعدوا معايا، ولكن انا يعني ما هعمل ايه؟ طب انت قعدت مع الدكتور اشرف صبحي، كان الاستاذ عمرو الجناني موجود ولا لا يا فندم؟ والله يعني بص، هو اصل هو مش سر يا كابتن احمد، انت الجميل فيك انك بتتكلم بصراحه. انا بقول لك اللي حصل، اللي حصل، ولكن استاذ عمرو الجناني طبعا كان موجود، ولكن ده موضوع بعيد، يعني موضوع استاذ عمرو الجناني ده موضوع بعيد عن الدكتور اشرف صبحي، طبعا ده كان موضوع بعيد، يعني ده كان قاعده غير دي خالص، يعني بقول لك بس عشان تفاصيل حتى اللي اتقالت تفاصيل كلها مش طب كويس، ما عشان ما يبقاش في اجتهادات يا كابتن احمد، يا ريت تقول لنا التفاصيل عشان ما نديش فرصه بقى للاجتهادات بعد كده. ما انا بقول لك التفاصيل ان الناس طبعا بيتفاوضوا ان انا راجل عادي بينتهي، وان هم عارفين ان انا عادي انتهي، عادي بينتهي، وان هم عارفين ان انا النادي الاهلي ما جددش معايا، فطبيعي ان هم يتفاوضوا معايا، وعلى فكره ده انا لو يعني انا من حقي ان انا اتفاوض من 6 شهور يا كابتن. نعم مش من النهارده، انا من 6 شهور كنت ممكن اتفاوض وكنت ممكن اوقع، انما انا قلت ان انا احتراما لجماهير النادي الاهلي واحتراما للمكان اللي انا فيه ان انا مش هوقع اي عقود الا بعد نهايه الموسم، ولكن من حقي ان انا اتفاوض ومن حقي ان انا اتفق، لان طالما النهارده، طب افرض انا النهارده كابتن شوبير مثلا خلاص النادي الاهلي دلوقتي، وعلى فكره انا احترم حاجه زي كده تماما، لو طلع مسؤول النادي الاهلي وقال احنا مش في احتياج لاحمد حسن، احترم ده تماما، وده مفيش اي دي حياه احتراف، ما فيهاش حاجه تزعل خالص، ولو هم مش محتاجيني اكيد في نادي تاني محتاجني، اكيد في مكان تاني محتاجني، ولكن عشان الناس بس تبقى عارفه، وتبقى عارفه ان يعني ان انا مش المشكله مش عندي والله، بس هي في نفس الوقت مش عايز تجريح من حد، مش عايز ناس، يعني ما يصحش يا جماعه بعد العمر ده كله، ما يصحش بعد التزامي، وما يصحش بعد احترامي من الجميع ان يطلع النهارده ناس تطلع تقول لك اصل احنا مش هنقف واحنا مش عارف ايه، ماشي ده طبيعي فعلا، النادي الاهلي عمره ما يقف على حد، ولا اي نادي في العالم هيقف على حد، بس بلاش تجريح. هل كابتن احمد اثناء القعده حصل بالفعل اتصال بالكابتن حسام حسن وبالكابتن ابراهيم حسن زي ما اتقال؟ والله بص، يعني هو طبعا كان في طبعا الدكتور اشرف كان بيتكلم كده، بس انا ما اعرفش طبعا الكلام ايه، يعني اكيد ادالك التليفون واكيد قال لك. انا عايز اقول لك على حاجه، هو برضه عشان تبقى الناس فاهمه، انا العلاقه، وانت حضرتك كنت موجود يا كابتن معانا، كنت كابتن المنتخب وعارف مدى علاقتي بالكابتن حسام وكابتن ابراهيم، العلاقه علاقه طيبه وما فيش فيها اي حاجه، انا ناس عشت معاهم 8 و9 سنين، يعني مش علاقه يوم، ومع حضرتك انا لعبت اكتر من 3 سنين، الموضوع مش علاقه يوم ولا 2 ولا لا، العلاقه موجوده وما فيش اي مشكله خالص، وبالعكس الناس اللي وصل لي طبعا من القعده ان الناس مرحبين جدا جدا جدا، والناس يعني برضو اللي قيل يا كابتن احمد انه حدث اتصال تليفوني بينك وبين الشقيقين حسام وابراهيم، وابدوا لك سعادتهم وفرحتهم واستعدادهم الكامل انك يعني تبقى فرد ضمن كتيبه نادي الزمالك الموسم المقبل. يعني طبعا ده يعني ده حصل طبعا، يعني الناس مرحبين جدا، وانا يعني دي حاجه طبعا، يعني انا اكيد مش هروح مكان هم مش هيكونوا مرحبين، والا مش هيتفاوضوا معايا كابتن شوبير طبعا، يعني ما هو اكيد طالما هم اتفاوضوا يبقى اكيد هم مرحبين طبعا ان انا اكون موجود، فده طبيعي وده منطقي، فانا بس حبيت اوضح الصوره. معلش بس في كذا سؤال، معلش يا كابتن احمد، لانه انا معاك والله بجد والله، لان فعلا انا زي ما قلت لحضرتك ان انا فعلا تعبت وتعبان فعلا والله، انا نفسي ان انا العب كوره. كان الله في عونك، لانه ده موقف صعب جدا على لعيب كبير زيك، والاختيار بيبقى صعب والقرار بيبقى صعب جدا في وقت زي ده، لكن انا هقول لك احاسيسي وقول لي اذا كانت صح ولا غلط. انا احساسي انك حتى اللحظه اللي انت تكلمني فيها انت شاري النادي الاهلي، بس النادي الاهلي لم يقم باي خطوه ايجابيه تجاه التجديد معاك، قول لي صح او غلط. طب وانا يا كابتن النهارده لما عمال بقالي 3 شهور بقول اولويه النادي الاهلي، معنى ذلك ان انا بقول لك لحد اللحظه، معلش 3 شهور حاجه و3 شهور اللي يوم حاجه ثانيه خالص، انا بقول لحد اللحظه. لا شيء، طب لا يا كابتن بص يا كابتن، ده شيء طبعا، بس هي الفكره كلها يا كابتن، انا عايز اقول لك على حاجه والله بجد والله، انا مكسوف وانا بكلمك ان ما ينفعش يتعمل كده، يعني انا باسمي وبتاريخي وبقيمتي ما ينفعش، يعني انا كمان انا في النهايه لا واحد صاحب كرامه. انت كنت عايز الصراحه والوضوح، عايزينك يا احمد او مش عايزينك مش هتزعلك بس كده، ومش هيزعلني والله، ومش هيزعلني. الفكره كلها من الجايز ان ممكن انا بقول اهو، من الجايز اني
ممكن ما يكونش النادي الاهلي في احتياج ليا، بس في ناس ثانيه هتكون في احتياج ليا، وده ما يزعلش حد على فكره. طبعا. بس على الاقل ان يبقى الناس وانا ماشي بتقول ربنا يوفقك، مش ناس بقى تطلع بقى وتجايح فيا، وناس تطلع بقى اصلي مش عارف ايه والصوره واصله مش مظبوط، وناس تطلع بقى تتهمك اصل انت مش عايز تقعد والكلام ده. يا جماعه ليه؟ يعني ما يصحش. انا عمري ما قصرت مع اي مكان كنت فيه، بدايه من بلدي ما اللي انا كنت فيها لحد الاسماعيلي ما كنت موجود فيه ما قصرت فيه. كل الانديه اللي انا لعبت فيها الحمد لله سبت فيها سمعه طيبه واثر كويس، فما ينفعش نيجي على طب كابتن